السلام عليكم ورحمة الله. في فيديو النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن إيه هي أفضل تنسيق لصفحات بتبيع بشكل كويس جدا وتحقق مبيعات ممتازة ونسب التحويل بتاعتها عالية. هي عبارة عن مكعبات إحنا بنجمعها مع بعض وبنحقق منها شروط التنسيق الواجب للحفاظ على نسبة تحويل كويسة جدا وتحقيق مبيعات أفضل. وطبعا هنشرح وهندعم الكلام بتاعنا بالأمثلة. بس في البداية نتعرف على إيه هي التنسيق الأفضل أو إيه هو التنسيق الأفضل لشكل الصفحات دي. في البداية لازم نعرف إن في جزئين في الصفحة، أو مش جزئين، إحنا هنقسمهم لجزئين. جزء اللي هو above the fold اللي هو أول ما بتخش الويب سايت بتشوفه، اللي هو بيبقى فيه الناف بار، فيه الهيدلاين، فيه الهيرو سيكشن بتاع الويب سايت. والبلو ذا فولد اللي هو لما تنزل أو تعمل سكرول في الصفحة بتبدأ تشوف باقي محتوى الصفحة. عندنا طبعا الجزء الأهم طبعا اللي هو above the fold، لأن أول ما الزائر بيخش يشوف عنده في الجزء بتاع above the fold ده في ناف بار. الناب بار بيقدر منها ان هو يتحرك في الويب سايت، او بيبقى فيها سي تي اي وبيبقى فيها الصفحات بتاعتنا، سواء لو احنا عاملين صفحات خاصة بمنتجات تانية او بخدمات اخرى. تاني حاجة اللي هو انت بتقدم لي ايه في الاباف ذا فولد. انت بتقدم ايه كويب سايت؟ انا دخلته محتاج فيه 5 ثواني فقط عشان ان انا اقدر افهم الويب سايت ده بيقدم ايه. خلاص انا عرفت انت بتقدم ايه، هتقدمها ازاي بقى؟ عن طريق السب هيدلاين. يبقى احنا عندنا الهيدلاين يقول لنا ان انت بتعمل ايه. بعد كده السب هيدلاين يشرح لي ازاي ان انا بعملها، لان انا ممكن ما افهمش من الهيدلاين، وهنعرف الكلام ده دلوقتي حالا. ثالث حاجه معانا وهي السي تي اي. السي تي اي دي اللي هي الكول تو اكشن، او ان انا بوجه الزائر للفعل او الاكشن اللي المفروض ياخده بعد ما اقرا الهيدلاين والسب هيدلاين. المفروض ان انا بحاول ان انا احط كل الكوبي رايتنج سكيلز بتاعتي في الهيدلاين والسب هيدلاين، بحيث ان انا اقدر اقنعه من اول ما يعمل لاند على الويب سايت. عشان طبعا ما قدامي 5 ثواني والمفروض ان هو هيمشي بعد كده، فانا مش هعرف ان انا اقنعه بطريقه اخرى. هو خلاص هو اتشتت ومحتاج ان هو يشوف ويب سايت تاني او يشوف منافس تاني. بعد السي تي اي بيجي دور الفيجوالز، وهو ده اللي هو المنتج بتاعك او صورة المنتج، او لو انت بتقدم خدمة تبقى صورتك. او هنشوف دلوقتي في منتجات بتاعت الساس عموما هتلاقي دايما بيجيب لك الداشبورد بتاعت المنتج. ولو منتج مثلا ملموس المفروض ان هو بيجيب صورة للمنتج وشخص ماسكه، او فيديو للمنتج، او الكلام ده كله. والفيجوالز دي من الحاجات اللي بتبني ثقة كويسة جدا عند العميل، وبتخلي العميل يثق اكتر في البراند، لان هو شايف البراند ان اكشن، شايفه في الحقيقة، شايفه حد بيستخدمه في الواقع. بعد كده بيجي دور السوشيال بروف، ودي يعني بتبقى مجموعة حاجات بسيطة جدا بتفرق في ان العميل بيثق فينا. سواء بقى انت مثلا حاجات زي اللوجوز بتاعت الناس اللي انت اشتغلت معاهم او الشركات اللي انت اشتغلت معاهم. عندك شراكات مثلا مع شركات كبيرة. عندك حاجة على جوجل ريفيوز، 5 ستارز على جوجل ريفيوز. عندك مثلا على تراست بايلوت. الحاجات دي كلها بتبني ثقة أكتر عند العميل. وزي ما اتفقنا احنا كل ده محتاجين فيه، بس إن هو أول ما هيلاند على الويب سايت لازم نديله كل العوامل الممكنة إن هو يكمل معانا لبقية الصفحة أو البلو ذا فولد. عشان نشوف أمثلة للجزئية بتاعة الأباف ذا فولد، ونشوف الشركات الكبيرة اللي بتحقق مبيعات كويسة جدا إزاي محققة النقطة دي، وإزاي بتحقق المبيعات دي، أو إزاي بتعمل صفحات زي دي عالية التحويل. لو جينا بصينا هنا على صفحة بتاعة سكور آب، هنبص نلاقي إن هو أول حاجة طبعا كاتب الهيدلاين. ممكن ما تفهمش ان هو convert your audience، ما تفهمهاش قوي، بس في نفس الوقت لما تيجي تبص على السب هيدلاين هتلاقيه شارح الجزئيه بتاعه الهيدلاين دي. يعني زي ايه اللي هي بتجذبني، الكلمه اللي بتجذبني، ودي الكلمه اللي بتفهمني طب انا هستفيد ازاي بعد ما انا خلاص حسيت ان المنتج ده ممكن يكون ليا. وعنده طبعا اللي هو السوشيال بروف والسي تي اي والناف بار. هنا طبعا المنتج بس هو عامل زرار تدوس منه على واتش ديمو تشوف المنتج في حد بيستخدمه، يعني فيديو لاستخدام المنتج. في عندنا سترايب من ضمن الحاجات الكويسة جدا اللي هي بتبين المنتج في الواقع. وطبعا هي سترايب يعني ماشية بنفس النمط برضو، هيدلاين سب هيدلاين والسي تي اي. بس هي عشان سترايب عندها يعني
شهرة كبيرة وعندها ثقة أكبر، فبالتالي هي مش محتاجة الحاجات، في حاجات ممكن تشيلها لما تشوف هي ليها رؤية معينة في إضافتها أو إزالتها. عندنا بعد كده الويب فلو، ودي أداة بناء مواقع، برضه نفس الكلام، بس هم عاملين حركة هنا إن هم جايبين المنتج بقى إيه بتاعهم، حاطين المنتج وحاطين الهيدلاين جوه صفحة الويب فلو، وعاملين السي تي اي والسوشيال بروف. في عندنا ليزنا برضو نفس الكلام، المنتج، صور للمنتج، هيدلاين، سب هيدلاين، سي تي اي، وال زي ما قلنا قبل كده الفايف ستار ريفيوز مثلا في اي مكان بقى، جوجل، تراست بايلوت، اي حاجه انت عندك فيها 5 ستارز ممكن تحطها عشان العميل يبدا ان هو يثق في المنتج بتاعك ويبقى عنده الرغبه ان هو يبدا وعايز يجربه. في عندنا برضو بريفي نفس الكلام، سوشيال بروف، سي تي اي، هيدلاين، سب هيدلاين، نافبار، منتج، صوره المنتج او صوره من الداشبورد. ده بالنسبه للاباف ذا فولد. بالنسبه للبلو ذا فولد بقى، بيبقى بعد ما العميل خلاص اقتنع، بيبدا ان هو عايز يتحرك معانا لمرحله اعلى عشان يقدر ان احنا نبيعه. فبالتالي لما بيعدي المرحله دي خلاص احنا كده كسبناه، فنبدا ان احنا بقى نعرفه المنتج بتاعنا. فاول حاجه في البلو ذا فولد بتبقى غالبا البنفيتس، فيتشرز، اللي هي بتعمل حاجه اسمها اوبجكشن هاندلنج. يعني ايه اوبجكشن هاندلنج؟ يعني بزيل اي اعتراضات عند العميل تخليه يقول ان المنتج ده مش ليا. فبالتالي لما انا اجي اديله فايده او اديله ازاله اعتراض، بيبدا ان هو يخش معايا في المرحله البيعيه اكتر واكتر واكتر. فلو جينا شفنا امثله مثلا عن البنفيتس والاوبجكشن هاندلنج، في هنا في الويب فلو بيخاطب الحاجات اللي العميل شايف ان هي ممكن تساعده، بيبني له براند جامد جدا، يخليه يمانج الكونتنت او المحتوى بتاعه على في السكيل بتاعه، وبيعلي له الكونفرجنز عن طريق ادوات اللي هي الاوبتمايز والكلام ده كله. فده بالنسبه للبنفيتس، هو بيخاطب الاوجاع بتاعه العميل اللي بيلاقيها مش بيلاقيها في ويب سايت بيلدرز تانية، هو بيخاطبه بيها هنا او بيقول له دي البنفيتس بتاعتي، ما بيقولش طبعا الفيتشرز الاول. في عندنا سكور اب برضو هنا بيخاطب الم العميل، انت مش عارف تجيب ليدز، مش عارف تجيب ليدز الكواليتي بتاعتهم حلوه، مش عارف توصل قيمه اكبر، مش عارف تحول العملاء بتوعك. كل حاجة بتخاطب العميل بشكل مباشر وبتخاطب الألم بتاعه، وبعد كده بيشرح له إن الابلكيشن ده ممكن يساعده إزاي، أو إيه هي البنفيتس من الابلكيشن ده عشان يبدأ إن هو يساعده. في عندنا بعد الاوبجكشن هاندلنج او البنفيتس والفيتشرز، طبعا احنا بنضيف بعد كده فيتشرز المنتج، صور للمنتج، الكلام ده كله عشان نزود عمليه الاقناع. بس المهم طبعا اللي بعد كده مور سوشيال بروف. السوشيال بروف هنا هينقسم معايا لحاجتين، ممكن يبقى تيستيمونيالز او ممكن يبقى نمبرز. يعني ايه نمبرز؟ نمبرز يعني انت مثلا خلصت كام مشروع بال بالابلكيشن بتاعك، زودت المبيعات بنسبه قد ايه، الكلام ده كله، يعني ده بيبقى الارقام وهنشوفها دلوقتي بالمثال. وحاجه تاني اللي هي التستيمونيالز العاديه، سواء كانت فيديو او صوره واسمه وكلام، هنشوف دلوقتي بالامثله. في عندنا هنا برضو ده ويب فلو، بيتكلم برضو بالارقام سواء هنا او في التستيمونيالز نفسها، هو هنا جامع ما بين الارقام وما بين التستيمونيالز مع بعض. وفي عندنا اللي هو بريفي، ده عامل برضو سيكشن للارقام وسيكشن للتستيمونيالز. التستيمونيالز طبعا هي بتدي العميل ثقه اكبر في ان المنتج اللي انت جاي بتتفرج عليه او ان انت ماشي في الصفحه بتاعته ده، في اوريدي عندك 10000، يعني بلس 10000 عميل شغالين ومبسوطين بالنتائج اللي بيقدموها من الابلكيشن. فدي حاجه مهمه جدا ان احنا نضيفها في اللاندنج بيج بتاعتنا عشان نزود ثقه العميل فينا. بعد كده من الحاجات برضو اللي هي انا بعتبرها اوبجكشن هاندلنجز، اللي هي الاف اي كيوز او الاسئله الشائعه. الاسئله الشائعه دي مهمه جدا، لان بعد ما العميل خلاص مشي عن طريق التسلسل اللي احنا عاملينه، بيبدا يبقى عنده شويه اسئله. يعني المنتج مثلا في ريفاند، في خاصيه معينه انا بدور عليها، يبدا يدور على الاوبجكشنز او الاعتراضات اللي ممكن تظهر في دماغه قبل ما يسجل في المنتج او قبل ما يطلب ديمو. فاحنا بنزل له الاعتراضات دي عن طريق الاف كيوز، وهي دي سهله، يعني غالبا بتبقى عباره عن اكورديونز او درور كده، بتدوس عليها بتفتح لك شاشه، بتفتح لك اسف قائمه منسدله بيبان لك فيها اجابه السؤال. وهنا زي ما احنا شايفين is web flow good for SEO، هو
بعد ما شاف إن هو يقدر ينظّم فيه المحتوى ويقدر يعمل فيه براند قوي، طب هل هو حلو لو أنا هاشتغل SEO، هاشتغل AEO؟ فالكلام ده كله مهم جدًا إن إحنا نعرّفه للعميل عشان يبدأ يزيل الاعتراضات قبل ما يبدأ يتواصل معانا ويسألنا الأسئلة المكررة اللي غالبًا معظم العملا بيسألوها لنا. بعد كده عندنا الsecond CTA ده عشان إيه، نأكد على العميل بعد ما خلاص بقى إحنا عدّينا بمراحل بيعية كتير جدًا معاه من أول الheadline لحد الFAQs، فإحنا عايزين ما ندّيلوش مَفَر إن هو خلاص يوصل آخر الصفحة ما يلاقيش حاجة يضطر يطلع تاني، لأ إحنا عايزين نأكد عليه القرار ونخلّيه ياخد القرار بطريقة مباشرة جدًا وما يفكّرش مرّتين، هو قدّامه الCTA أو الsecond CTA وده غالبًا ما بيبقاش زي الCTA الأولاني، بس بيبقى في نقطة إن أنا لازم يبقى في عندي consistency في الCTA، يعني أنا قُلت فوق get started now، لازم أقول تحت get started now، get started فوق for free، أقول تحت get started for free. الconsistency دي مهمة جدًا عشان العميل ما يحسّش إن هو ممكن هنا بيسجّل في حاجة وتحت بيسجّل في حاجة تاني. فلو شُفنا هنا مثال الsecond CTA في الwebflow get started وده في الprivy، موقع privy أو privy app، ده start 15 days trial بحيث إن هو يعرّفه إن هو ده يعني مجاني لمدة 15 يوم. ومهم جدًا موضوع تحديد الغرض من الCTA على الcopy بتاع الCTA، دي حاجات من الحاجات اللي هي مهمة جدًا في نقطة إنك أنت تعمل call to action يكون قوي جدًا ويحوّل أكتر. بعد كده آخر حاجة عندنا ودي الfooter ودي اللي بيبقى فيها الlinks اللي بتبقى زي الnav bar بس بتبقى بتوسُّع أكبر عشان طبعًا الnav bar بيبقى الشكل المفروض يبقى متهندل بشكل أفضل وفي links قليلة لأهم الصفحات اللي عندنا، لكن الfooter بيبقى غالبًا بقى فيه كل الصفحات بتاعة الlegal وبتاعة الcompany، وده كان بالنسبة لأفضل تنسيق بالنسبة لصفحات بتبيع كويس جدًا وبتحقق نسبة تحويل عالية جدًا، لإن هي في الأول والآخر هي بسيطة، بتخدم هدف واحد اللي هو زيادة نسب التحويل أو تحويل أكبر عدد ممكن من الزوار اللي جايين لنا من الchannels بتاعة الإعلانات لزوار أو لعملاء حقيقيين يشتروا مننا ويبقى عندهم loyalty للبراند بتاعنا. ده كان بالنسبة لفيديو النهارده، إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد، السلام عليكم ورحمة الله.